حاسس انه رزقك محدود وما عم يكفي، بس انت عم تنسى انه الحقيقة انه الله رزقك كتير انواع من الرزق، واهمها الستر، انه ستر عليك واعطاك الصحة. فكثير منا يملك نعمة الصحة ولا يشكر الله عليها، ونعمة الستر ولا يشكر الله عليها. هناك انواع كثيرة للرزق كالستر كالصحة كالاولاد، والكثير الكثير من انواع الرزق. فليس الرزق فقط هو الشيء المادي اللي هو المال، ولكن هناك انواع كثيرة يغدقها الله علينا بنعمه وبكرمه. فثق لو ركب الانسان الريح هربا من رزقه لركب الرزق براق ولحق به. فكن على ثقة انه اللي إلك إلك، ورزقك جايك، ولكن الله يقدر الرزق لحكمة ما، حتى يسمع صوتك انت عم تناجيه وانت عم تطلب منه. فأوقات المنع بيكون لخير، مشان ما يروح بطريق الغلط والمعصية والعياذ بالله. في ناس يعني بتجيها المصاري بتنحرف عن طريقة وعن مسارة فسبحان الله، الله سبحانه وتعالى أوقات بيقدر لحكمة معينة ولا خير انت بتجهله. هذا المنع أوقات بيكون لخير إلك، فلا تستعجل. يعني ما هو لك سوف يكون لك. ولا تقل ضاقت، وقل سيأتي منك يا رب الفرج. رزقكم الله جميعا الرزق الحلال. ولا تنسوا أبدا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ودمتم بخير.